السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناة ميجا ستور على اليوتيوب. حلقة حتكون مميزة جدا، إنه بهي الحلقة رح نحكي معكم بشكل طبيعي، رح ندردش مع الباشمهندس أحمد ميجا صاحب شركة ميجا ستور، هو صاحب القناة، عن الأجهزة الاستيراد، اللابتوبات الاستيراد. ليه هو شغال باللابتوب الاستيراد؟ ليه مش شغال باللابتوب الجديد؟ هل بالفعل اللابتوب الاستيراد أفضل، ولا ده كلام تجار مثل ما بتقولوا باللهجة المصرية عشان يضحكوا على الناس، ولا هو بالفعل اللابتوب الاستيراد أفضل من الجديد؟ هنحكي عن البروسيسورات وانواعها، هنحكي عن كروت الشاشه او ما يقال عنها انها الفيجا، وان شاء الله يا رب تكون حلقه عفويه طالعه من القلب، سواء حتكون هي المعلومات مفيده او مش مفيده، ممكن تكون معلومات مضره لبعض التجار، ممكن تكون معلومات عامه. كل هذا واكثر حنحكي وندردش فيه بهي الحلقه مع الباشمهندس احمد. باشمهندس احمد، اهلا وسهلا فيك. اولا بحييك على الحلقه العفويه اللي انت عاملها دي كاختراع كويس جدا. انت بتصور في مكان كشغال، حتى ممكن على فكره احنا شغالين يعني ممكن هلا دلوقتي يخش زبون عادي خالص. فانا بحييك على النقطه دي بصراحه يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. انا تحت امرك في اي سؤال يعني. من ايمتى شغال بالمجال؟ يعني بقالي بتاع 10 12 سنه كمجال لابتوب يعني، ما شاء الله. بس كنت شغال في بي سي الاول يعني. طيب شو اللي خلاك تشتغل باللابتوب الاستيراد عما دونه من الاجهزه الثانيه؟ والله حبيته، بحس يعني الاجهزه الجديده كان ممكن اشتغل فيها، بس حسيت ان المنافسه فيها متهيألي اجمد شويه. يعني في ناس ممكن تجيب لاب جديد ب 25 و 30 الف جنيه وتكسب فيه حوالي 100 150 جنيه وبينزل بيهم سوفت وير. فحسيت المكسب بتاعها مش هيبقى المكسب الكويس ان انا اقدر افتح بيه شركه يعني، فاهمني؟ ليه مكسب مثلا الاجهزه الاستيراد ممكن يكون عالي جدا؟ بصراحه هي مكسبها اكتر يعني، والمنافسه فيها في ناس بتحط على الجهاز 1000 جنيه و700 جنيه، انا ممكن احط على الجهاز 300 جنيه ابقى كسبان فيه كويس، وفي نفس الوقت شكرا يا ابو حميد. تسلم ايدك يا باشمهندس احمد. تسلم ايدك. طب قهوتي فين انا بقى؟ على فكرة انت طالع لايف. وسع عليهم الفيديو. والله لا، هنا سلم على الناس على الكاميرا دي او الكاميرا دي. يا اهلا وسهلا. عايز قهوة بالله عليك حبيبي يا ابو حميد. لا طبعا حسبك قدام الكاميرا. متشكرين يا ابو حميد. بالمناسبة باشمهندس احمد من احسن الناس اللي بتعمل قهوة باسكندرية كلها. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. حبيبي. تمام. بعد ما حاسبنا عن القهوه بنرجع لموضوعنا. يعني مكسب اللابتوب الاستيراد افضل من اللابتوب الجديد؟ هو فعلا مكسب اللابتوب الاستيراد بيبقى افضل شويه من الجديد، والمنافسه فيه مش جامده قوي. يعني مثلا في ناس بتجيب لابتوب ب 7000 جنيه يقدر يبيعه ب 7700 7800 كشركات كتير بشوفها بتحط نفس هامش الربح ده. بيديني روح ان انا اقدر انافس، اقدر يعني ارخص في الجهاز 200 300 جنيه وفي نفس الوقت اكون كسبان فيه كويس. يعني ما ينفعش اجيب لابتوب ب 10000 جنيه عشان اكسب فيه 100 جنيه و150 جنيه، حرام يعني، مكسبي قليل قوي، وبدي خدمه ما بعد البيع وشركه شغاله وايجارات وعمال كتير موجوده. يعني انا شايفها مش هتبقى مجديه قوي. يعني لو اتعرض عليك تشتغل باللابتوب الجديد هتشتغل ولا لا؟ هشتغل في اللابتوب الجديد لسبب ما، اقدر اجيب بسعر جامد جدا، واقدر ان انا فلوسي تقدر تكسب من ال 30000 جنيه يقدروا يكسبوا ال 200 جنيه عادي. انما دي بالنسبه ليك كشخصيا. بالنسبه للعميل للزبون، انت شايف انه عميل اللابتوب الاستيراد اكتر من العميل اللابتوب الجديد ولا ملهاش دعوه؟ والله انا حاسبها نفس القيمه. يعني في ناس كتير بتكلمني انا عايز جديد انا عايز جديد، وفي ناس بتكلمني هي عايزه استيراد. انا كشخصيتي احمد يعني طول عمري بشتري مستعمل، سواء موبايل سواء كاميرا، حتى الكاميرا اللي بصور بيها جايبها مستعمله. معايا ايفون برضه انا شاريه مستعمل مع اني اقدر اجيبه جديد. وايه الفكره؟ الفكره ان انا دايما البني ادم عنده يعني قابليه ان هو بيحب يغير على طول. اشترى مثلا عربيه كان هيموت ويجيبها، العربيه دي مثلا عامله 500000 جنيه كان هيموت ويجيبها، حوش فلوسها وجاب فلوسها واشترى عربيه، قعدت معاه سنه خلاص مل منها وزهق عايز يغير. كذلك برضو لو جبت لابتوب انت بنفسك عايز تغير، يعني هيقعد معاك شويه سنه سنتين حتى لو مكفيك وزياده هتقول لا خلاص عايز اغير، عايز اجيب حاجه احدث كده. لو قارناها مثلا احنا اشترينا لابتوب جديد مثلا ب 20000 جنيه
هنبيعه مستعمل بعد 6-7 شهور او سنه بحوالي 12000 جنيه او 13000 جنيه او على حسب سوقه او حسب ماشي كام. فهتلاقي نفسك خسرت فيه خساره كبيره. انما انت اللابتوب اللي هو ب 20000 جنيه عشان تشتريه مستعمل ب 12 زي ما انا مثلا ببيعه، هتبيعه بعد سنه بكام؟ عمرك ما هتبيعه ب 6000 جنيه ولا ب 7000 جنيه يعني، بس ما اظنش المبلغ لان هو اوريدي انت شاريه ايه؟ مستعمل تمام. مش شاريه جديد، فشاريه بسعر كويس تمام. هيكفيك وزياده وتغير وتحدث. طب بالنسبه للاجهزه الموجوده الاستيراد دي، معقول انه الاجهزه دي بيقولوا ناس بيقول عنها معاد تصنيعها، في ناس تقول دي اجهزه بايظه؟ بص هو انا بالنسبه لي موضوع ان اللابتوب كبورده تتصلح، هو الموبايل قصه واللابتوب قصه. خلينا في اللابتوب عشان ما ينفعش تقارن مثلا موبايل ايفون متغير له شاشه بلابتوب متغير له شاشه. اللابتوب لا شاشته عشان تتغير هي مش بتبوظ غالبا غير كسر، لازم تتخبط عشان تبوظ. فانا مثلا لو عندي شاشه في لابتوب متغيره، ده مش عيب جوهري او عيب كبير في اللابتوب، لا، شاشه مكسوره بنجيب الشاشه، هو مجرد سوكت زي شاشه البي سي. انت عندك كمبيوتر شغال، شلت الشاشه بتاعته، حطيت شاشه كيرفد 32 بوصه، زي جبت شاشه 17 بوصه، هي الكيسه وهي نفس المواصفات بس فرق الشاشه. تمام. انت عملت كده، لابتوبك مثلا شاشته اتش دي، ممكن تجيب له شاشه فول اتش دي تحدثها شويه. طب الاجهزه اللي بتجيبها بالنسبه للبرد دي بتكون ممكن تكون متصلحه؟ دي ممكن مثلاً تكون فيها مشكله، دي فعلا يعني انا حتى شايف ان بيعها حرام. يعني ممكن عميل يشتري لابتوب يكون فيه صيانه على البورد، دي مشكله كبيره. يعني انت بالنسبه لك الاجهزه اللي بتباعها ما فيهاش صيانه على البورد؟ لا ما اعتقدش، يعني ان كل شغلي بجيب مثلا بال50 جهاز وبال70 جهاز من موديل واحد، فصعب قوي تلاقي فيه صيانه. دلوقتي انت شايف يعني اكتر منافسه، انت شغال استيراد عشان سعر اللابتوب الاستيراد ده ارخص من الجديد. تمام، دي الفكره. بس طب هل هو يقارن فيه كمواصفات ولا لا علميا؟ مالناش دعوه بالكلام الناس بتنزل. انا بشوف كتير اعلانات يا باشمهندس، معلش، ناس بتقول لك لابتوب 3000 جنيه بيشغل ببجي وبيشغل بيس 21، والكلام ده انا وانت نعرف انه فيك، مفيش الكلام ده. مظبوط. بص، في حاجه اسمها كراك او باتش بتحط للعبه. يعني انا شفت بعيني جهاز انا ببيعه ب 3500 جنيه، شفت حد عرضه ب 5000 جنيه وكاتب عليه ان هو بيشغل بيس 21، بيقول لك اللعبه اهي وانا مشغلها وجايب فيديو. ده مستحيل منطقيا وعلميا وكل حاجه. ليه؟ هو بيجيب بيس 17 العاديه وبيحط عليها باتش اللي هي لوجوهات 21، اللعبه فاتحه 21 قدامك بس هي اساسا 2017. هي الشكل العام بتاعها 21. الشكل بتاعها 21، هو باتش بيتحط بيغير شكل اللعبه، يعني انما هي اساسها 2017. يعني مفيش لابتوب ب 3.5 و4 والكلام ده قوي، مستحيل. طب خلينا بالسؤال الجوهري اللي هو احنا لو هنقارن مواصفات جهاز جديد جيل 11 نتكلم على فئه يو، جيل سادس فئه يو، هل الاختلاف جوهري بين الجيلين دول؟ بص هو انا شايفهم الاختلاف مش كبير قوي، نفس المستوى يعتبر، يعني نفس مستوى الجيل ال11 هو مستوى الجيل. بنعتذر منكم على الفاصل اللي حصل، بس المحل كان في شوية زحمة فما قدرنا نكمل بوجود العملاء الكرام. بنكمل معك باشمهندس، كنا بنتكلم ايه عن اخر حاجة؟ طبعا انت نسيت، والله انا نسيت فعلا. تمام. كنا بنتكلم على انه احنا لو هنقارن الجهاز اللابتوب الاستيراد كبروسيسور، هل الجهاز مثلا لو البروسيسور نفس الفئة بالقديم والجديد، او بمعنى اصح باللابتوب الجديد وباللابتوب الاستيراد، هل هيدي نفس الاداء زي ما بعض الشركات بتقول، ولا الاداء متقارب، ولا الاداء يفرق؟ بص هي عملية انتاج، يعني انا بالنسبة لي بحسبها كعملية انتاج. انت مثلا عايز جهاز يشغل لك فوتوشوب، انا عندي 99% من الاجهزة بتشغل فوتوشوب 2020 بجودة كويسة قوي. بس في واحد مثلا عايز بروسيسور اتش كيو عشان يفرق معاه، انا بحسبها مثلا. انا بتكلم يا باشمهندس البروسيسور يو بيو، مالناش دعوه بالاتش كيو. يعني لو بروسيسور جيل سادس فئه يو، تمام، مقارنه ببروسيسور جيل 11 فئه يو، الفرق اللي بينهم كبير ولا لا؟ بص هو الفرق مش كبير قوي، انا شايف الاثنين يعادلوا بعض في نفس المستوى. اللي بيجيب جيل 11 معظمهم بيجيبوا عشان فوتوشوب بيشتغل عليه برامج زوم، برامج اونلاين، وورد واكسل. الجيل السادس هو الجيل ال 11 نفس المستوى، نفس الاداء. طب لو اتكلمنا بقى بفئه الاتش، لو فئه الاتش ده لو واحد بيلعب جيمز تقيله، محتاج رقم بروسيسور يكون قوي، بيشتغل برمجه تقيله جدا، دي محتاجه برضه بروسيسور يكون اتش
اتش هيفرق فرق شاسع طبعا. ده طبيعي، الاتش كده كده هيغلب اليو بمراحل. لو قارنا كده انت بتتكلم يعني مثلا لو جيل سادس فئه اتش تمام احسن من جيل 12 فئه يو او جيل 11. ده اكيد طبعا، صح؟ ده علشان هو اكيد من طبعا. فئة H. الفئه اتش افضل بكتير طبعا. الجيل مش كل حاجه على فكره. طب معلش انا على حد معلوماتي التقنيه تمام. لو قارنا بقى مثلا جيل سابع او ثامن، انا اظن الاستيراد انت عندك اخرك كم مثلا بالاجيال؟ عندي أحسن حاجة تاسع عندك. اتش. لو قارنا مثلا التاسع اتش بال 12 اتش، لا ال 12 هيفوز وش طبعا. طب ليه؟ عشان ده ثريد تاني خالص وكرات تانية خالص، فرق كبير. بس الجيل ال 12 بكام والجيل التاسع بكام؟ انت لو جبت جهاز جيل 12 جيمنج اللي هو جي 15 ده هتلاقيه معدي ال 40,000 جنيه. طب الجيل الجهاز اللي عندك مثلا الجيل التاسع ده نوعه ايه؟ اسمه ايه؟ عندي حاجه اسمها ديل بريزيشن 5540. تمام. ده اي 7 تاسع اتش، راماته 32 ومعاه 512. ده في رينج سعر 21,000. هو الجهاز فيه منه جديد؟ الجهاز الجديد هتلاقي منه جيل 12، بس الجيل 12 هتلاقيه بحوالي 3000 دولار جديد من شركه ديل. احنا لو حسبنا يعني الدولار في رينج مثلا 30 جنيه والجهاز ب 3000 دولار هتلاقيه ب 90,000 جنيه مصري. جيل 12 اللي هو البريزيشن ال 55 يعني انا 70 علشان بقى. اكسب 3 اجيال هدفع فرق، انت بتتكلم رقم كبير قوي ده، غير 60,000 جمارك. ولا من غير 70,000 جمارك او دخول والكلام مصر ده. او كده. طب الفرق فعليا يستاهل بين الجيل التاسع وال 12 ولا مش يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ايه يا باشمهندس؟ بنتكلم مستخدمين. اغلب الناس هنا هو اللي انا بشوفه، طبعا انا الناس اللي مش عارفاني انا اللي ماسك التسويق للباشمهندس، واحنا فعليا بنتكلم بفضفضه. فمن العملاء اللي انا بشوفهم بيجوا لنا المكان هتلاقيهم عايزين احسن حاجه وخلاص او ارخص حاجه وخلاص. يعني اشوف الناس باشمهندس مش فاهمين تقنيا. بص. فالجيل ده يعني بين التاسع وال 12 هو يفرق قوي قوي ولا مش؟ هي تفرق مع الناس الجيمرز اللي هو محتاج رقم بروسيسور معين قوي مع كارت شاشه معين قوي مع هيرتز شاشه معين قوي عشان يقدر يشغل اللعبه الفلانيه بمزاجه هو. دي تفرق في الدقه شويه. انما واحد عايز يشغل 3 دي ماكس اوتوكاد ويرندر رندره تقيله اظن جهاز عادي. متوسطه عادي هيشغله عادي مفيش مشكله. يعني انت لو اغلب الناس دلوقتي العملاء هتلاقيهم مثلا طالب بكليه هندسه لسه داخل بيقول يا هادي داخل كليه هندسه، تمام. ده تنصحه بايه؟ انا بيجي لي ناس هم بيسالوا الدكتور كده كده الدكتور بتاعهم ده هو مش بيبيع لابتوبات، بس انت مثلا واحد جه سالك هو ايه احسن لابتوب ممكن اشتريه؟ هترشح له هتقول لابتوب غالي جدا او لاب مواصفاته عاليه، ليه؟ هتريح نفسك. صح. هو جاي يسالك صح. ايه احسن لابتوب؟ ما قالكش ايه احسن لابتوب في الرينج ده او اجيب ايه يا دكتور. فالدكتور ما عندوش خلفيه انه مش في السوق، هو عايز يجيب لابتوب بيريح دماغه. فممكن يجي مثلا على طالب ممكن اهله معهمش اصلا، هو يعني اخرهم جهاز ب 10,000 جنيه يروح له والله الدكتور كاتب لي الجهاز ده، تحس ان اهله شته لو ما جابش اللابتوب ده هيسقط بالظبط. واخدها الدكتور كاتبها له. فبيجي لو سمحت انا عايز اللابتوب الفلاني ببص على اللابتوب ده غالي يا حاج هتجيبه ازاي ده؟ فانا بنصحه بقول له بما يرضي الله الافضل ليك كذا كذا كذا. يقول لي والله يا ابني انا عايز اجيبه عشان هو فعلا محتاج، وهو اصلا لسه داخل سنه اولى يعني لسه بادئ مش محتاج كل ده. يعني حتى المتخرجين اللي بيفهموا بيجيبوا زيت بوك جي 3 وجي 5 وبيفرموا شغل وشغال تحفه. تزين لكلامك حصل معايا موقف، كنت بعمل اعلان لشركه من غير اسمها، فهي واخده فرنشايز اسم كبير كده براند، فوقتها عايزين سيستم فبيسالونا فقلت لهم والله السيستم ده اي جهاز مثلا كيسه كور اي 5 جيل رابع تمشيك بالزياده مع شاشه موضوع 5000 جنيه مثلا بالماكسيموم. مظبوط. قال لا الشركه شرط علينا جيل 10 بقى. طب يا جماعه السيستم ده مش سهل يعني. لا فاتكلمت مع الاي تي بتاع الشركه قلت له يا باشمهندس هو السيستم ده ايه مش برنامج كذا؟ انا عارف البرنامج برنامج عادي. قال لي بص احنا كشركه بنريح دماغنا من الوكيل. مظبوط. قال له بمعنى ايه؟ قال لي انا ادي لك دلوقتي احسن جهاز في السوق ده، قال له يقعد 5 سنين ما يعملش اي مشكله او 10 سنين عشان ما ترجعليش. طب ما ده برضه هيعمل كده. قال لي انا عارف انه الجيل الرابع والثالث مش هيعمل مشاكل بس احنا بنريح دماغنا. فنفس كلمه الدكتور دي انا افتكرت الموقف ده بالفعل حصل قدامي. بيجيب جديد ويريح دماغه. انا خلاص يبقى. طب في ناس معهاش فلوس، ما تقدرش فعلا ما تقدرش على سعر جديد وغالي حرفيا يعني حتى انا مثلا بالشغل بتاعي مثلا لغايه دلوقتي
دلوقتي انت عارف انا بشتغل على برامج تقيله قوي. مظبوط. معلش انا لغايه دلوقتي شغال على كيسه كور اي 5 من الجيل الرابع بجي تي اكس 1050. مظبوط. وده انا حاسسها احسن من اللي انا عايزه. كويسه مكفياك وزياده في ناس فعلا. بتتكلم مثلا عايزين ار تي اكس، انا بسمع ارقام لا تاخد غالية. في كيسه اسمها 73 انا سمعت ثمنها 41000 جنيه ما شاء الله. فاظن الاجهزه دي هي كويسه بس موجهه لناس معينه او صح. لشركات معينه. صح. اللي هو عايز التفصيله الممله اللي في الجهاز لشغل معين. صح. تمام. طب كده احنا تكون اتكلمنا على الفرق بين المواصفات والكلام ده. اسالك عن حاجه. الخامات دي اكتر حاجه يعني معلش التجار كلها بيتكلموا فيها، حتى انا هنا وبالسوق بحس بفرق. يعني زي جهاز مثلا اللي هو الديل اللاتيتيود والمعرفش اسمه فيسترو تقريبا. مظبوط. فيسترو. هو فرق الخامات ده ايه؟ معمول ليه؟ هعمل لك مقارنه بسيطه كده. عندي جهاز استعمال مصري، هوريك خامته مثلا اللاتيتيود الاستعمال خارجي. اول ما توريها لي ليه؟ انا عايز افهم ليه مش هي الاثنين من شركه ديل؟ ايش معنى اللي بيجي لي هنا الجديد خامه واللي بيجي استيراد خامه؟ بس هو تانية. اللي بيجي للشرق الاوسط حاجه، واللي بيجي لاوروبا وامريكا ده قصه تانية خالص. الخامات والماتيريال المستوردين اللي هنا بيعملوا لهم الخامه على قد الفلوس اللي معاك. يعني مثلا هتلاقي اللاتيتيود اللي بيجي مصر برده مش زي اللاتيتيود اللي بيروح امريكا واوروبا ابدا، سواء في الخامه. البريزيشن ده ما بيجيش اصلا، يعني بيجي في الدول العربيه، ممكن يروح الكويت، ممكن يروح دبي، يروح جديد، ما بيجيش مصر جديد. مصر صعب. ولو جه مصر جديد هتلاقيه برقم كبير جدا ما حدش يقدر عليه، فلازم يجي استيراد بيبقى سعره احن بكتير. هعمل لك مقارنه سريعه بين جهاز كده استعمال مصري اسمه اتش بي 15 مع جهاز مثلا لاتيتيود او اتش بي موديل تاني. خلينا لو اتش بي. باشمهندس احمد هات لي كده الجهاز ال 15 الاي 5 الخامس، هاته كده معلش. الاي 5 الخامس هات كده هات بقى اللاتيتيود اللي عندك ده يا باشمهندس. بص الفرق عندنا هنا، ده خامته وده خامته. عندنا اولا ده بيتفتح معاك 180 جرام. شوف وزنه كده يا باشمهندس. مش بتكلم انا بالميزان، انا عايز اتكلم بالظبط كماتيريال. بص الماتيريال ده. بص عامل ازاي. هلا هما الاثنين بلاستيك يعني. بص الجهاز ده برضه هنوري الناس اللي ممكن تكون بتشوف الحلقه على اليوتيوب. هما الاثنين بلاستيك تمام، يعني ده مصنوع من البلاستيك ده بلاستيك، بس تقريبا خامه البلاستيك ذات نفسها غير. ده تحسه محمل. المفصلات دي معموله معدن ضعيف شويه فعلا. ده بالظبط. هنا الجهاز لا معلش، هنا الخامه مختلفه شويه، حتى الشاشه يعني الشاشه هنا شكلها كريستال، هنا معرفش نوعها ايه. فهي الخامه بالفعل بتفرق. بس ده في ميزه برضك انه الكيبورد بتاعه بيجي عليه عربي. هنا يعني ده الفرق. هي دي مش ميزه، لان كده بنحط له ستيكر وفي ناس بتطبع عليه عربي ليزر يعني، فمش ازمه بصراحه يعني. طيب ده يعتبر من الجيل الخامس، ده جيل خامس وده جيل سادس. طب انا بشوف لغايه دلوقتي الشكل ده موجود منه سادس وسابع. طب انا هنا عندي سؤال، طب ليه يعني هم شغل الشرق الاوسط ده ليه بيفضلوا محافظين على الفكره ده؟ في منه جيل 11 كمان نفس موجود. الشكل ما غيروش. طب ايه الفكره؟ هم مع ان انت ممكن تجيب جيل تامن، في موديلات جيل تامن عليها لوجو اتش بي الجديد، يعني ممكن تلاقي جيل 11 نفس اللوجو القديم، وفي موديلات جيل تامن عندي زي 840 جي 5. هاتوا كده يا باشمهندس احمد هتلاقي الجهاز كله معدن. يعني هو في اجهزه استيراد بالشكل الجديد وجيل تامن، واجهزه ما شاء الله معدن وشكله تحفه. ده بكام؟ ب 8000 جنيه. انت عارف عشان تجيب كور اي 5 اجدع من. بص الماتيريال، بص الشكل تحفه معدن كله جميله بصراحه. ده بكام؟ انا ببيعه ب 8000 جنيه دلوقتي. حتى التفاصيل يعني، حتى نوري الناس معانا كده. بص تفاصيل السبيكر، بص الجهاز نحيف، اتش دي ام اي وتايب سي، حتى اللوجو الجديد. بص اللوجو هنا القديم، او حتى بالجيل الثامن والتاسع اللوجو القديم. بس في اجهزه من اتش بي بتنزل يعني زي السبكتر، كل الكلام ده ما بينزلش لينا. هتلاقيه برقم تاني، بارقام تانية. انا عندي واحد زي ده بقى برضو اسمه ام تي 44. لو كلمتك في سعره كمستعمل في رينج 7600 جنيه و8000 جنيه. لا جهاز تاتش سكرين ورايزن 3 مع شكل تحفه، وما يعتبرش انتاج قديم وتاتش. ده المفهوم اللي دايما الناس واخد اللوجو الجديد بكام؟ 8000 جنيه. انا اقول لك على حاجه، يعني ممكن في ناس فاهمه فكره الاستيراد الخارج غلط، ان هو قديم. انا ممكن الاقي جهاز استيراد خارج معلش جيل تاسع، ده ما بقالوش زمان، لغايه دلوقتي بالسوق المصري بتاع جيل تاسع. فدي الفكره، هي الفكره انه
يعني البياع او الشركه تبيع زي ما بقول بما يرضي الله. يعني ما ينفعش. انا اكتر حاجه بتضايق الناس ايه؟ يعني انا من الناس لما بتشوف اعلانات كتير يقول لك جهاز ب3.5 مشغل لي بيس، فالناس بقت تقلق من الاستيراد، فشايفين الاستيراد ده حاجه وحشه. عموما انت وضحت النقطه دي ومش هنتكلم فيها تاني. عايز اتكلم بنقطه يعني انا بالنسبه لي ممكن تعتبر اهم شويه. طب هي يا باشمهندس الاجهزه دي، الاجهزه الاستيراد تيجي ازاي؟ بصي الاجهزه دي بتبقى محطوطه في شركات، مثلا شركه كهرباء، شركه ميه، شركه كمبيوتر، بيغيروهم تقريبا. الحكومه عندهم بيغيروا الاجهزه دي كل 6 شهور، لازم يغيروا الموديل ده. يعني مثلا انا الحكومه فرض عليا ان انا اشتري 1000 جهاز من الموديل الفلاني او جيل سادس او جيل تاني، يقعدوا معايا 6 شهور. باخد انا مثلا 500 جهاز للناس اللي شغاله عندي. لو انا اشتريت 600 باخد 500 وباخد 100 جهاز ستوك مركونين على جنب، بحيث لو جهاز باظ يقدر احط واحد بدله. الاجهزه دي كل 6 شهور لازم تتغير. بتتباع فين؟ بتتباع في المزادات. بعد المزادات بتروح على دبي تتعالج لو فيها مشكله او فيها اي حاجه، او مثلا عايزه استيكرات تتحط عليها، وبكده تيجي مصر تتباع. في اجهزه بتجيلي حرفيا جديده باللزق بتاعها، هو بيتباع لانه مستعمل وانا شاريه على انه مستعمل، مش هبيعه. بس هل منطق الشركات اللي بره دي كل 6 شهور ولا حسب الشركه؟ على حسب يعني الشركه. ممكن شركه سنتين، ممكن شركه هي دي مش معلومه اكيده، بس اتقالت لي كتير بصراحه، ما اكدبش عليك، وبحثت عنها وطلعت فعلا حقيقيه. لان الشركه هتجيبهم منين؟ يعني انت مثلا جبت 50 جهاز من الموديل الفلاني اللي هو 55 70، هتجمع 50 شخص معاهم نفس الجهاز بنفس الحاله وتجيبهم منه؟ هو احنا مش مختلفين ان الشغل ده كله بقى شركات. مظبوط. هو مستحيل يكون افراد. على فكره هي هتبان مش بكده، هتبان بحاجه ثانيه. يعني بص مثلا اللابتوب ده لو اي فرد عادي بيستعمله، فالبني ادم بيستعمل دي كتير مهلوكه، فهتلاقي دي باينه قوي. مظبوط. الشركات ممكن اللابتوب بيتحط على المكتب بال6 شهور كلهم ما بيحركش فيه حاجه، عشان هناك اللابتوب عندهم او الكمبيوتر بشكل عام حاجه مهمه. مظبوط. زي الورقه والقلم اللي قدامنا. بس الفكره انه بالفعل ممكن الشركات توصل ل6 شهور تغير اللابتوب. فعلا ده حقيقي. وفي اجهزه فعلا ما تشتغلش، اللي هم ال100 جهاز المرجوين اللي قلت لك عليهم. مظبوط تمام. طيب وبعد ما تروح على دبي وبتتظبط وبتيجي هنا، بعد كده انتوا بتشتروها من التاجر ده وبتبيعوها على بس انا بتست كل حاجه كويس قوي قبل ما ابيعها. يعني انا زي العميل اللي بيجي يشتري. هو الفرق ان انا بحط هامش ربح مثلا اللي انا قلت عليه، انا بشتري الجهاز ده ب7 ابيعه ب7.5 8 ايا كان مكسبي فيه، بس بدي عليه ضمان لمده شهر. يعني انا باخد مثلا لو باخد مستورد كبير مثلا بيجيب 1000 جهاز، انا ما اقدرش اخد 1000 جهاز من نفس الموديل. ما عنديش كميه عملاء تقدر تاخد 1000 جهاز من موديل واحد. تمام. انا عندي 1000 جهاز مشكلين انما 1000 جهاز من موديل واحد صعب قوي اوزعهم. حتى تاجر الجديد دلوقتي ما عندوش من نفس الجهاز. انت اهم حاجه انه يبقى عندك ما يرضي كل الاطراف. دلوقتي احنا اللي يهمنا العميل، سواء اللي بيشوف الحلقه دي ولا العميل اللي بيخش هنا كشركه ميجا ستور او اي شركه محترمه ثانيه. في ناس كتير يعني فوق راسنا. مظبوط. انت دلوقتي داخل لك عميل، انت بترشح له اللابتوب على اي اساس؟ على حسب شغله وعلى حسب البادجت اللي معاه. في ناس بتحب ال 14 بوصه، في ناس بتحب ال 15 بوصه. تمام. واحد مثلا عايز لابتوب مثلا شكله حلو قوي فيه تاتش، مثلا على حسب فلوسه او على حسب هو هيعمل بيه ايه. يعني لو انا مثلا دلوقتي داخل لك عميل مثلا، تمام، انا دلوقتي عندي شركه دعايه واعلان على قدها كده. مظبوط. ولسه ببتدي مشوار، تمام. مش فلوس كتير بس في نفس الوقت عايز حاجه تشغلني. انا هشتغل فوتوشوب والستريتور واشتغل شويه مونتاج. تمام. هترشح لي ايه؟ مونتاجك ده هيبقى 4K فيديوهات تقيله جدا؟ لا الكاميرا اللي عندي اساسا ما بتصورش يعني 4K. ريلز مثلا، فيديوهات عاديه كده يعني. بالزبط. ممكن ارجح لك لابتوب مثلا رايزن 3 اللي هو 645 جي 4 ده فرنج 6000 جنيه. عندي جهاز يشغلك وهيكفيك وهيمنتج بريمير 2020 يشتغل كويس. تمام. فوتوشوب وكل حاجه. جهاز ب 5 6000 بس العاب لو عايز العب عادي اشغل لك بابجي بجوده متوسطه بس 17 و18. هتقول لي اخره كده. انت جايب جهاز تشتغل عليه. عايز بقى بتدور على جيمز او حاجات جرافيك تقيله تاخد فئه ثانيه، تخش في رينج 9 بس هو عموما هيشغلك فوتوشوب. العاب عاليه مش هيشغل. هي دي مشكلتنا دي مع سكه ثانيه خالص بقى، سكه الالعاب. دي مشكلتنا مع مع الشركات. انت دلوقتي اي عميل، وانا دلوقتي حاطط حالي مكان العميل. اي عميل دلوقتي بيقول لك لا اللابتوب ده ب4 و5 وبيشغل جيمز. انا سمعت معلومه وعايز تتاكد منها منك عشان انت خبره من زمان. مظبوط. صح انه في ناس بتعمل حاجه بالكمبيوتر بيرفعوا سرعته، مثلا جهاز قديم بيبقى بيشغل العاب عاليه، وهل الكلام ده حقيقي؟ ولو حقيقي هو بيضر الجهاز ولا ما بيضروش، ولا الكلام ده كله فيك؟ هو ده كل ده فيك. يعني هو الالعاب بتعتمد رقم واحد على الفيجا اللي هي الجرافيك كارد. تمام. معاك فيجا كويسه تشغل لك العاب كويسه. تمام. اللي بيصد على
كده الرامات والاس اس دي. معاك اس اس دي كويس، معاك رامات كويسه، مع بروسيسور قوي، هيشغل لك العاب كويس. انما انت ما تجيبليش جهاز برامات 32 ومعاه هارد تيرا اس اس دي ان في ام اي ومعاه كارت شاشه انتل وعايز تشغل بيس 22 عليه، ما ينفعش. العقل ما يقولش كده. بس في لازم ناس فيجا. انا رايي بدل ما تصرف على اللابتوب رامات وهارد اس اس دي، لا تجيب لك لابتوب تاني مثلا بفرق الرامات او الهارد، وتجيب لابتوب فيه جرافيك لو انت عايز تلعب جيمز جميل. او طيب. تخيلك جيمز يعني. كلامك على راسي. هلا السؤال الاهم هنا، انا دلوقتي ما بعرفش بانواع الاجهزه خالص، تمام. في نفس الوقت شغلي تقيل، ممكن كده ببساطه تقول لي الحاجات الاساسيه بحيث انا ما توهش. بص انا خبره، انت عارف ان انا خبره تكنيكال، انت دلوقتي انسان محمد اللي بيكلمك تمام. دلوقتي اقدر دلوقتي عميل فعليا مش فاهم بس بنفس الوقت شغله محتاج جهاز يشغله، ايه النقاط الاساسيه اللي العميل ده يدور فيها؟ مثلا البروسيسور ببساطه، والفيجا ببساطه، والرامات والهارد. شغله عليه هيبقى ايه؟ قول لي شغلك عليه هيبقى ايه؟ هنقول شغل متوسط فوتوشوب والستريتور. زي ما قلت لك بيبدا معاك من 5000 جنيه جهاز شكله ما حلو. بتكلمش على السعر، انا دلوقتي عميل داخل لك مثلا انت كمواصفات بياع مش هنقول ايه مثلا بياع مش فاهم طلع حظه مع بياع مش فاهم مثلا. تمام ومش عارف فرق له قدامه جهازين، والجهازين سيبك من شكلهم خالص. واحد مثلا البروسيسور بتاعه جيل سادس وواحد جيل سابع، تمام. هل الجيل ده هيفرق قوي؟ دي لا النقطه الاولى بصراحه لا عادي. مش هيفرق. لا لو يو او اتش كيو هيفرق تفرق جدا. ده الفرق. يبقى دي نقطه السي بي يو. هنتكلم عن نقطه الفيجا. مظبوط. نسمع كتير دي دي ار 3 ودي دي ار 4 و2 جيجا و4 جيجا. عايز برضك توضح للناس الفروقات بين دي. انت ممكن تجيب 2 جيجا دي دي رام 5 اعلى من 2 ب 4 جيجا دي دي رام 3. يا سلام. الفيجا مش بالجيجا، بالرقم بتاعها يعني. حلو. انت لو عايز تعمل مقارنه بين الفيجات صحيح، او مثلا بتسال على سعر جهاز او موديل جهاز، خد الموديل بتاعه. اي جهاز في الدنيا بيبقى ليه موديل، يعني ده مثلا موديل اهو زي ما قلنا 55 70. هتكتب 55 70 اي 7 في منه يو في منه اتش كيو، اي 7 سادس يو مثلا، تكتب عنه تعرف الموديل على اليوتيوب، شوفه شغال كام، ماشي كام، سعره ايه، حالته ايه، بيشغل ايه، كل حاجه موجوده على النت. انت بس كل اللي عليك جميل. هتروح تسال على اللابتوبات، تشوف ايه النظام، اللابتوب عجبك مثلا، شكله عجبك، مواصفاته حاسس انها هتنفعك، هتاخد اسمه وتكتب اسمه على جوجل، شوف سعره ماشي كام، شوف الشركات بتبيعه ازاي، شوف افضل سعر وتقارن، وتشوف البروسيسور ده يعمل ايه وبيشغل ايه. هتكتب موديل الجهاز وجنبه البرنامج اللي انت عايز تشغله او لعبه كذا بالظبط، شوف هينفعك ولا لا. ده هيسهل عليك كتير قوي. يبقى انا لو عميل افهم وبعدين اجي لك. مظبوط. مثلا لو البياع قال لي مثلا الفيجا الدي دي ار 3 ال 4 جيجا دي احسن من الدي دي ار 5، اقول له كداب في وشك كده. هتخش وتعمل مقارنه، ما على حسب برضو الرقم عشان ما تظلمش حد. خش على جوجل تكتب مثلا الفيجا مثلا ام 370 في اس ام 360 دي دي ار 3 ودي دي ار 5 دي دي ار 3 ودي دي ار 5، تحط على الموقع هيقول لك دي ده الريت بتاعها كام ودي بكام ودي سعرها كام ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، وهتشوف المقارنه الصح. تمام. طب الاس اس دي والاتش دي دي بالسريع كده لا كلنا فاهمينه. فرق. ايه الفرق بقى؟ انا اي عميل بيجي لي بيشتكي لي من جهازه ان هو بطيء مثلا او مش طايقه او عايز يبدل الجهاز خالص، ببص على الجهاز حاجه بتشتغل ليه وورد واكسل وممكن حاجات فوتوشوب بسيطه يعني، فحاجات بسيطه، فانا زهقت منه، الجهاز بطيء وعايز اغيره. كل اللي بقوله له انا هركب لك اس اس دي من عندي، جربه. هو ايه هو الاس اس دي ده؟ اقول لك ان هو بشرح له ما اكذبش عليك، وده ميكانيكال وفي سي دي من جوه كده معلش بالسريع ريح. بس هو الهاردات الاتش دي دي هاردات هارد ديسك درايف زي كده، حاجه كده اوريك شكله اهو. اشرح لنا عنها. ده الاتش دي دي اهو، ده شكله الطبيعي. ده لو وقع هو ده الهارد ده اتخبط او وقع بيجي له حاجه اسمها باد سيكتور، في سدايه كده بتلف جوه عليها ابره، الابره دي السدايه زي قرية الاسطوانات، زي الاسطوانات بالظبط، وبتقرا الداتا الموجوده عليه. ده من اي خبطه، في واحد يجي يقول لي ده عليه صوره والدتي الله يرحمها وده مش شغال، ممكن ادفعك لحد 100,000 جنيه بس عايز تطلع الصوره بس تجيب لي الصوره دي. ده عايز يجيب الداتا باي طريقه. دي هاردات انا خلاص يعني، في ناس بتبقى عايز لاب برضه 500، انا بقول لا خده اس اس دي 128، ما بحبش ابيعه اصلا خلاص، ممكن ابيعه اضافي بس علشان التخزين. فرق بقى الاس اس دي ده عباره عن بورده، بص مهما توقعه او تخبطه ده بورده فلاش اكنك حتى وزنه خفيف، بس وزنه خفيف جدا. ده هيك فيجن، ده طبعا في منه انواع كتير. ده بيديك سرعه اكتر من 10 اضعاف السرعه اللي انت شايفها دي.
حاجه ممتازه. انا رايي لو انت عندك جهاز بطيء وزهقان منه، جرب تحط له اس اس دي. ما نفعش معاك ممكن يحيي. ممكن يحيي الجهاز خالص. الراجل يعني الموضوع مش بيقول لي رماه. انا حسيت بفرق شاسع، وفعلا ما باعش جهاز ولا اشترى جهاز تاني. بس خلاص على الاس دي. آه. يبقى الفرق بين الاثنين حاجه فيها اسطوانه كده بتلف الابره دي بتعمل مظبوط. بطء، والتاني فلاش زي فلاش. سرعه الداتا فيها اكتر. اسرع بكتير يبقى طبعا. انا دلوقتي بما انه وصلنا لعام دلوقتي 2023، لو عايز اشتري لابتوب حاجه اساسيه ادور يبقى على فيها اس اس دي. مظبوط. ولو عندي جهاز قديم بعاني منه في شويه مشاكل، لو حطيت له اس اس دي ممكن هيفرق. بنسبه مثلا 70 او 80% مثلا لا. يبقى اسرع. 95% يبقى اسرع. يعني بنسبة حتى لو جهاز كورت ديور احط له اس اس دي هيبقى اسرع. بنسبة 95% مش هتغير جهاز. والله دي حاجه كويس. ماشي يا باشمهندس، الف شكر ليك، استفدنا حبيبي. من معلوماتك جدا. لا والله تحت امرك. ونحن والله. بنعمل الكلام ده طبعا الناس عارفين ان احنا برضو شركه ميجا ستور، احنا ما بنعملش دعايه لنفسنا. مظبوط. احنا حرفيا الحمد لله اي حد بيخش المكان ده سواء والله باشمهندس أو أي الحمد حد من لله. الناس الشغالين بيتعاملوا بنفس الطريقه دي، الحمد ان انت لله. تنصح العميل اكتر من انه يهمك انت بتبيعه. كده كده يعني ما شاء الله الشركه بتبيع تمام، بس انك انا حد مثلا جاي لك بياخد جهاز مثلا عايز يشتري جهاز وفلوسه على قدها، مش ضروري اديله جهاز فوق اللي هو عايزه، هو ممكن يشتري جهاز على قد فلوسه ويشغله. فده اللي الشركه بتعمله. مظبوط. مش هنطول على الناس برضه اكتر من كده، هنقعد بقعده تانية. بس مظبوط. عايزين بقى نفهم الناس بالظبط بطريقه زي ما بيقولوا علميه اكتر ازاي يشتروا اللابتوب. تمام. فان شاء الله دي هتبقى بالحلقه الثانيه. باذن الله. حبيبي يا باشمهندس، نورتني والله. السلام عليكم، ان شاء الله نشوفكم على خير بالحلقات اللي جايه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا اشتراك بالقناه ولايك.